سلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. ازيكم يا احلى واجمل فانيليات؟ يا رب دايما تكونوا بالف صحه وبالف خير. بامر الرحمن النهارده هنعمل مع بعض التزيين كيك، بس لايت قوي ولطيف قوي وينفع قوي قوي للتينيجرز، وهم اصلا اللي بيطلبوه. سهل وخفيف، وهعلمك ازاي تعمليه في ثواني بدون اي مشكله. يلا بينا على طول ندخل في صلب التزيين. معايا هنا 110 جرام من الكريم شانتيه، حطيت عليهم 40 جرام من السكر البودرة، وكمان هحط عليهم 200 جرام من المية الساقعة المتلجة. هبتدي اضرب على طول، لان الكيك اللي معايا النهارده كيك مقاس 16، طبعا عملناه كتير قبل كده. هسيبهولك تحت في صندوق الوصف، وكمان هسيب لك طريقة الحشو برضه في صندوق الوصف. بعد ما ضربت ووصلت للقوام اللي انا عايزاه، ضفت 30 جرام من الكريم شانتيه، ولو الدنيا حر قوي ضيفي 50 جرام من الكريم شانتيه البودر، وارجعي اخفقي تاني كويس قوي قوي قوي. هيوصل معاكي القوام متماسك وبيرفكت، ومش هيسيح وانتي بتشتغلي حتى في الحر الفظيع اللي احنا فيه ده. اول حاجه ابتديت ان انا اقفل الاول الفراغات اللي بين الكيك والحشو، وبعدين ابتديت بقى اشطب الكيك من بره كده بكيس الحلواني، بان انا املي كل الكيك عندي كريمه من فوق زي ما احنا متعودين. سباتيولا من فوق اظبط بيها السطح الاول، وبعدين بثبت السباتيولا على الجوانب واشيل الزوايد وانا شغاله. اي فراغات بقى خربشه كده نعكشه في الكريمه بضيف لها سنه كريمه وانا شغاله كده بالسباتيولا، وبعدين ابتدي امسك السكرابر عشان اخد تجليس لطيف وشكله حلو، والى حد كبير قوي ما فيهوش اي فراغات هواء، اي خربشه كده مطرح السباتيولا وانا شغاله. بس كده. تعالي بقى نشوف التلوين. انا قسمت الكريمه عندي هنا للونين. طبعا الكريمه اللي فاضله معايا من كريمه التغليف هبتدي الونها باللون الاسود، لكن للاسف ما كانش عندي لون اسود، فاضطريت ان انا احط السوبر بلاك من ماجيك، فبالتالي اداني لون جراي، فاضطريت ان انا ازود شويه بشويه عشان خاطر اخد اللون الاسود. والكريمه دي انا ضفت لها شويه من القهوه عشان تضغى على طعم اللون، لان اللون لما بنزوده شويه بيعمل طعم في الكريمه، بتبدل طعم الكريمه لطعم القهوه. هنا بقى استخدمت برقم 2. كل اللي هعمله اني هكتب حرف الاي بالانجلش، بس مش هلف الحرف للاخر، بس هنزل الحرف كده وهعمل ضلع تاني كده، وتبقى الدنيا سهله. الدنيا سهله قوي فعلا حرفيا. نقطتين كمان واعمل العين. اجي من الجنب واعمل الدراع الصغنن ده، واجي من الجنب واشد برضو ضلع تاني واعمل الدراع الصغنن ده، وبين الضلعين الصغننين دول ارسم قلب يا دوب صغنن خالص كده بالقمع، وبعدين ابتدي بقى اعمل له الزعبوط اللي من فوق ده او الطرطور اللي من فوق ده، وبعدين اعمل 3 وردات كده يعني. بس يا دوب بس اوصلهم ببعض، يا دوب خط من هنا وخط من هنا واوصلهم ببعض. ابتديت بعد كده اكتب اتش بي دي. طبعا التورته هنا مقاس 16 صغيره، مش هتساعد ان انا اكتب هابي بيرث داي كامله، فهكتب اتش بي دي. برضو الطريقه بتاعت الكتابه سهله، هي عباره عن حاجات وبوصلهم ببعض، ضلع من هنا على ضلع من هنا واعمل خط في النص. هكتب اسم البنوته. البنوته اسمها سومه. لما بتكتبي بتحاولي تصغري خطك. ازاي تصغري خطك؟ بانك تضيقي المساحه اللي هتكتبي فيها، فيطلع معاكي الفونت صغير كانك بتكتبي مثلا بقلم جاف على كراسه. يعني الموضوع بيبقى ايه؟ بيبقى في مساحة ضيقة. كمان هكتب رقم 25، ولو مش بتعرفي تكتبيه بشكل كويس هاتي القطاعة بتاعت الاستانلس وحددي، وبعدين امشي على القطاع. كمان هكتب هنا ربع قرن، لان البنوته طالبه ان هي تتكتب عليها ربع قرن، وبعدين ضن، على اساس ان البنت يعني تمت 25 سنه. إيه لما الخط بتاع الكتابه يتقطع مني برجع اوصله تاني، لان ممكن يبقى فيه فراغات هواء، لان احتماليه ان الفراغ الهواء يبقى كتير في الحاجات اللي امعها ضيقه كتير قوي صراحه يعني. تمام. فببتدي بقى بعد كده اكتب كلمه done كده بالانجلش، وابقى انا كده خلصت البيزك الاساسي بتاع تزيين التورته. هعمل بس شويه بلالين. طبعا البلالين مفيش اسهل منهم. هتعملي ايه؟ تعملي بس خط كده، وتيجي من فوق تعملي دايره صغيره. كذلك بقى هبدأ أزود كده في البلالين على جوانب التورتة. أبدأ أعمل دايرة وبعدين أنزل منها خط كده. اصغر بقى بلالين اكبر بلالين على حسب المكان اللي موجودة عندي، هستغل المساحة كلها. كمان هعمل على الجوانب، ولونت شوية كريمة باللون الاصفر الاخضر الازرق وكده، وابتديت ان انا املي كل البلالين من جوه الكريمه اللي معايا عشان تملي البالونه ويبقى شكلها لطيف، وتبان ان هي يعني كانها ميه شويه. بضيف لها سنه ميه صغيره، او لو انت في الحر اوفر قوي زي، مجرد ما هتسيبيها على السفره هتبداي تلاقيها ابتدت تسيح شويه، اشتغلي بيها وهي سايحه كده، هتعمل معاكي كأنها ملونة من جوه.
بس كده خلاص خلصنا تورتة النهارده بطريقة سهلة قوي وبسيطة جدا. كل اللي بفكرك بيه ان احنا مقاطعين ولسه مقاطعين. كل اللي بفكرك بيه انك ما تنسيش الدعاء لاخواتك، وما تنسيش تبقي تعملي لايك وشير فضلا وليس امرا. صباحكم دايما زي الفل.